الا كنتي كليان ديال المرجان اكيد غادي تكون شفتي هذه، واكيد كتسول اشنو كتعني. خويا محمد، واش انت بيع مطيشه قبل تزرعها؟ اييه بيعناها قبل ما نغرسوها، شريطتها كنحترموا واحد دفتر التحملات اللي عندنا مع مرجان. من هنا تقدر تفهمني حسن. محمد فلاح اللي بيع المطيشه ديالو قبل لا كاع يزرعها، شريطتها يحترم واحد دفتر التحملات اللي كيلخصوا جوج كلمات: الفلاحه الرشيده، لاغريكولتور ريزون. وباش تفهم مزيان هذه النقطه ادخل جي بي تي وطابي الفلاحه الرشيده وغادي نطيك من الزرع للجني للنقل للتخزين حتى للعرض في مرجان. كل وحده من هذه المراحل عندها دفتر تحملات خاص بها. الى السلعه دازت من هذه المراحل كاملين اللي عاودت لكم عليها تتكون فيهم اللوغو ديال فيليغ ان. فيليغ ان كتعني علامه ديال الجوده خاصه بمرجان، وكتكون في الخضره، الفواكه، اللحم، الدواجن، الحوت، العطريه، العشوب، الزيت والتمر. وهكذا ما كتكونش فقط ضمنتي وفره المنتوج بجوده مزيانه، وانما اختصرتي الطريق على الفلاح وحميتيه من تقلبات السوق والوسطاء وضمنتي ليه ربح اكثر واستقرار. ولكن اللي مهم من هادشي كامل هو الثمن. وباش نعرفوا الثمن واش رخيص ولا غالي خاصنا نديروا تجربه. انا كنصور نهار 12/9/2024 المطيشه دابا كاينه دايره في مرجان تقريبا 5 دراهم. الا عندك بطاقه مرجان كتربح فيها واحد 10%، هي كتقام عليك بواحد 90 ريال. في السوق دايره 900 درهم 8 دراهم. البصله في مرجان دايره تقريبا 5 دراهم، ولا عندك البطاقه 90 ريال. وفي السوق 60 ريال 5 دراهم 6 دراهم. الكته تقريبا دايره 110 دراهم. الا عندك لاكارت تحيد من 11 درهم تتقام عليك ب 99. وقف عليه حتى يطحن قدام عينيك. في السوق شحال دايره؟ 110 دراهم. كيف ما شفتوا الاثمنه ديال فيليغ ام تقريبا بحال الاثمنه في السوق او لا اقل. كاين تقريبا 121 منتج فيليغ ام كيتنتجوا في المغرب كامل عند 60 فلاح وتعاونيه. منتوجات 100% مغربيه ومصدر مراقب وجوده مضمونه باحسن ثمن. قبل لا تاخذ السلعه ديالك تشيكي واش فيها اللوغو باش تعرف حتى المنطقه منين جات. ولا خديتي شي سلعه كيف ما كانت في مرجان وما عجباتكش ردها لهم، راه كاتبينها هنا، راه واحده من الالتزامات ديالهم، راض او معوض. ودخل لابليكاسيون عندهم، راه تما غادي تلقى كلشي السلعه ديال مرجان والسلعه ديال لاكارت مرجان اللي فيها تخفيض ديال 10 حتى 20% بما فيها فيليغ ام. ودابا راك فهمتي. تهلا.